هنا اول حاجه سلقتها المكرونه، والمكرونه مش عايزاها مسلوقه قوي. هنا بعد ما غليت اللبن حطيت عليه رشه بسيطه من الفلفل الاسمر ورشه بسيطه من الملح، وحطيت كوبايه دقيق في الخلاط وضربتها مع نص كوبايه ميه. بسم الله. وابسط طريقه للبشاميل اللي هتعمليه، وقلبي قلبي قلبي لحد ما يبقى معاكي بشاميل. ودقيق عايزه تحطي له حبه من الماجي او معلقه توابل لحمه، هتبقى جميله وفي منتهى الجمال. شايفين بقى ما شاء الله هتتقل معاكي في ثواني. اهم حاجه تغلي اللبن. هحط له بقى معلقتين كده من السمنه البلدي او اي نوع متوفر عندي. شايفين بقى ما شاء الله ابسط واسهل طريقه للبشاميل. مقاديرنا نص كوبايه من الدقيق ضربناه في الخلاط مع نص كوبايه من الميه وكيلو من اللبن، وهنقلبهم في بعض. حته من السمنه، التوابل بتاعتنا، هيبقى معاكي في منتهى الجمال. هناخد نص البشاميل ونحطه على المكرونه. هنجيب الصينيه نحط لها معلقتين من السمنه ومعلقتين من البشاميل. هنزل بنص